وشوية وبيلاقي يحيى بنت صغيرة بتعيط. يقرب منها بهدوء ويسألها: انت تايهة؟ ترد البنت وهي بتبكي: مش لاقية ماما. يحيى افتكر كلام باباه وقال لها: ما تخافيش، أنا مش هسيبك لغاية ما نلاقيها. وفضل جنبها يطمنها، وبدأ ينادي على الناس إن في طفلة تايهة، وفضل معاها لغاية أما مامتها جت وجريت عليها. بصت له بامتنان وقالت له: شكرا جزيلا، ربنا يخليك يا حبيبي. يحيى ابتسم بخجل ويقول لها: العفو. ويزيد إحساس القوة والسعادة عند يحيى. وبيلاقي سيدة كبيرة شايلة شنط كتير، راح يساعدها ويشير عنها الشنط، وتبصله بامتنان وتقول له: شكرا جدا يا حبيبي. يرد عليها يحيى بخجل. العفو. ويزيد إحساس القوة والسعادة جوه يحيى، وبيبقى ماشي وهو فرحان مش واخد باله من حفرة في الأرض، يتكعبل ويقع فجأة ويصرخ من الألم ويقول: رجلي بتوجعني قوي. الناس تنتبه، واحد يجري، ست تجيب منديل، حد ينادي باباه. في لحظة كل الناس كانت حواليه وخايفة عليه. باباه يوصل ويحضنه ويقول له: انت كويس يا يحيى؟ يرد يحيى اللي كانت رجله بتوجعه، بس في نفس الوقت خوف الناس عليه مفرحه على باباه، ويقول له: أنا كويس يا بابا أكتر مما تتخيل. ويرجع يحيى وبابا البيت ويقول له: بابا، شفت يا يحيى إزاي الخير عمره ما بيروح؟ يرد يحيى بفرحة: أنا فهمت دلوقتي يا بابا، القوة مش إنك تبقى بطل خارق، القوة إنك تعمل الصح وتكون موجود وقت الشدة وتساعد باللي تقدر عليه حتى لو بكلمة طيبة. يبتسم بابا ويقول: برافو يا يحيى، البطل الحقيقي مش محتاج بدلة، محتاج قلب شجاع يحس بالناس ويساعدهم باللي يقدر عليه حتى لو بكلمة حلوة.